السلام عليكم. بخصوص الاستفادة من الدعم الاجتماعي المباشر وآمو التضامن بالنسبة للناس اللي كيسولوا وكيقول لك كيفاش غادي نتسجل في الدعم، كيفاش نستافد بالدعم، كيفاش غادي نستافد من الآمو، فين غادي نمشي، شنو خصني ندير إلى غير ذلك. بزاف ديال الأسئلة وبزاف ديال الناس، يعني بالنسبة للناس اللي مازال ما تسجلوش، فيعني بغينا نديرو هاد الفيديو باش يعني تعم الفائدة، وكما كيقولك الدال على الخير كفاعله. فبداية أول حاجة كنديرو ملي كنبغيو نتقيدو يعني في هاد النظام ديال الحماية الاجتماعية، أول حاجة كنمشيو للمقاطعة ولا القيادة اللي حنا ساكنين فيها مع الأفراد ديال الأسرة ديالنا، وكنعمرو واحد المطبوع ديال يعني السجل الوطني للسكان. تعمر يعني مطبوع ورقي ولا تدخل الموقع ديال RNP اللي هو السجل الوطني للسكان وكتعمرو إلكتروني، وكتمشي نتا والأفراد الأسرة ديالك يعني المقاطعة ولا القيادة اللي نتايا تابع ليها. فيعني ملي كنمشيو علاش كنقول لكم يعني تمشيو نتوما لأفراد الأسرة ديالكم، لأن فرد واحد حاليا ما كيستافدش يعني من الدعم ولا من لامو. إلا تسجلتي بوحدك ضروري خصك تسجل بجوج أفراد الفوق. فملي كتمشيو نتوما لأفراد الأسرة ديالك كتمشي للمقاطعة ولا القيادة كيديروا لك يعني السجل الوطني للسكان، كيديروا ديك لاباراي، كيخرجوا لك المعرف المدني والرقمي، كيخرج لك نتايا معرف ديالك وديال الزوجة وديال الأطفال، كل واحد فيكم كيخرج معرف ديالو. ملي كيجيو لكم دوك المعرفات كتوصل بهم في رقم الهاتف اللي عطيتيهم في المقاطعة، فكتمشي دير السجل الاجتماعي الموحد اللي هو ال RSO. يعني إلا كنت كتعرف كتدخل الموقع ديال RSO كدير يعني تسجل. إلا ما كنتش تعرف كتمشي للسيبر، يعني كديرو دوك المعرفات البطائق الوطنية والازديادات ديال الأطفال مع الأرقام ديال المسار، فكيسجلك في السجل الاجتماعي الموحد. كيخرج لك واحد جوج ورقات كيخصك تولي تردهم يعني فين تسجلت في المقاطعة، كيسجلوهم كتبقى واحد 24 ساعة كيخرج لك المؤشر الاجتماعي اللي هو يعني المهم في هاد العملية كلها، واللي هو اللي كيحدد واش نتا تستافد من لامو ومن الدعم ولا ما تستافدش. ملي كيخرج لك المؤشر ديك الساعة كيكون عندك الحق تسجل وتستافد من الدعم الاجتماعي المباشر وآمو التضامن. فبالنسبة للمؤشر غادي نشرحو فيه واحد جوج نقاط مهمة. بالنسبة للمؤشر يعني خصو يكون عندك أقل من 9.32 باش تسجل في لامو التضامن. وبالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر خصو يكون عندك أقل من 9.74 مؤشر واحد، ولأن العتبات لاستحقاق من لامو والدعم كتختلف. فمثلا إلا جا عندك 9 مثلا 10، فراك غادي تستافد من لامو وغادي تستافد من الدعم الاجتماعي المباشر. إلا جات عندك مثلا مؤشر 9.50، في هاد الحالة راه مغاديش تستافد من آمو التضامن، غادي تستافد غير من آمو الشامل، وغادي تستافد كذلك غير من الدعم الاجتماعي المباشر وما تستافدش من آمو. فما علينا. فبالنسبة لآمو كتدخلوا للمنصة ولا الموقع ديال آمو تضامن وكتسجلوا كديروا طلب إلكتروني، يعني ولات دابا غير من خلال الموقع كتسجل وتوصل يعني بشهادة ديال التسجيل بلا ما تحتاج تمشي للمقاطعة. كتدخل يعني الموقع ديال آمو تضامن، كتدفع الطلب ديالك تا الوليدات ديالك، كتستنى واحد السيمانة أو أسبوع ولا تا 10 أيام، كتولي نفس البوابة كدير تتبع الطلب، كتعمر دوك المعلومات اللي طالبين لك تما، كتستخرج يعني ديك شهادة التسجيل في آمو تضامن. فيعني هذا هو اللي كاين بالنسبة لآمو. أما بالنسبة للدعم الاجتماعي المباشر فكتحتاج تفتح حساب بنكي سواء عند أحد الأبناك ولا الوكالات التجارية ديال تحويل الأموال. وإلا كان عندك حساب بنكي مفتوح كتجيب غير ديك الشهادة البنكية اتيستاسيون دو ريب، وكتدي دوك يعني المعلومات ديال السجل الاجتماعي الموحد ولا الوريقات ديالك مع الأرقام ديال المسار إلى غير ذلك، وتدخل الموقع ديال منصة الدعم وكتدفع الطلب ديالك. وهذا هو اللي كاين، وكتبقى تستافد من لامو ومن الدعم الاجتماعي المباشر، وكيخصك ترد البال مع المؤشر
يعني باش ما يطلعلكش وإلى غير ذلك. ونتمنى إن شاء الله نكون فتكم في الفيديو. ويعني الموضوع ديال المؤشر موضوع آخر نطرقوا له فيديو قادم إن شاء الله. وهذا هو اللي كاين، وتحياتي وشكرا للجميع.